ربما يعمل على أنه يخرج الجزائر من ثوبها هذا الأمر ويخرجها من عقلها وتقوم بربما بعض المواقف تجاه تونس أو بعض الدول الأخرى، ويخرج الجزائر بأنها دولة عدوانية أو هذا الكلام. العلاقات الجزائرية التونسية علاقات صافية لا يمسها شيء عبد الوهاب جاكون، رغم بعض من يحاول الجرة لهذا الكلام. يا أستاذ درك الشيء اللي لازم نعرفوه أن أولا أن الإعلام الفرنسي له مميزات خاصة. أولا هو ملك لرجال أعمال، هذه لازم تعرف. ممتاز. هذه واحدة. ثانيا كاين حتى اتجاهيا يعني من ناحية التوجه السياسي عنده ارتباطات، فهمت ولا؟ كذلك لربما جريدة لو موند هي تعتبر وكأنها هي لسان الحال تاع فرنسا في الخارج للدرجة وأن يجبر على كل السفارات والمؤسسات الفرنسية في الخارج أنها تشترك في هذه الجريدة. احنا فقط لازم نعرف ما هي مصلحتنا ببرودة، ولازم نعرف نديروا السياسة، فهمتوا؟ لازم نعرفوا نديروا السياسة. احنا اليوم قولها صراحة تربطنا علاقات طيبة مع جرى تونس بكل صراحة، وحتى التونسيين أنا شفت في بعض يعني الحوارات التلفزيونية وين يؤكدوا على قوة الجزائر ومتانة قوة الجزائر في المنطقة، فهمت؟ للدرجة قال حتى الودان تاع تونس راهم جايين من الجزائر. واحد يعني محلل استراتيجي قال لا، قال ما نقدروش مش ممكن اننا نفصل لا نبتعد على الجزائر لان عندنا مصلحتنا. لا عندنا مصلحتنا، وزيد الجزائر في كل الازمات تقف مع تونس. كذلك احنا عندنا مشاريع مع مستقبليه مع ايطاليا وهذه المشاريع راح تمر على تونس. لا ما تمرش على تونس، ما تمرش على تونس. هذا الانبوب الغاز ما يمرش على تونس، يمر عنابه الميريا سردين معليش. المهم احنا بالنسبه لنا تونس هو حليف استراتيجي، يعني نقولها بكل صراحه فعلا هو حليف استراتيجي، وهو كذلك مخرج بالنسبه للجزائر. وربما البعض يدفعك عبد الوهاب يدفعك الى انه تزيد دير مشكل ايضا. لا البعض يعمل على هذا الامر يعني لتشويش العلاقه. حتى في بعض الصحافه التونسيه سمعت كاين موجود. على نكتب فقط على الصحافه الفرنسيه ونتكلم هناك. انا شاهدت حصص في القنوات التونسيه تتكلم لا ولكن ربما قبل امر الرئيس بانه يجب التعامل مع الرعايه. انا قلت لكن هذا موجود. هذا من حقهم ربما يتكلموا على انه هناك يعني تفتيش او تشديد، يتكلموا على خلفيه ما جرى، ولكن بعد ما جرى كان هناك حمله. يا استاذ معليش، كان هناك حمله يا استاذ يعني لازم نقولوها صراحه كذلك. الجار الغربي مستثمر في كل البلدان العربية، ما بالك استثمر حتى في البرلمان الاوروبي. سمعت وعلاش ما استثمرش في الجزائريين؟ كان الجزائريين هو اصبحوا ابواق المخزن. اذا ولكن كذلك فيه التونسيين اللي يعني بكل صراحه موش يعني عندهم علاقه طيبه ولا ناس يعني حياديين محللين يقول لك يحلل، واغلبهم وكاين قال شوف واش عانينا مثلا من المغرب، وشوف المغرب واش درنا فعلا يعني بكل صراحه. يعني يهمني تعليقك ايضا علي. أنا بعيد عن تكملة بما قال سي عبد الوهاب. أنا أظن أن عندنا المشكل في أولا في منظومتنا الإعلامية، لأن الرد لا يمكن أن يكون دائما بالتنديد. نعم التنديد مليح، لكن اليوم في كل الدول الغربية ليس فقط فرنسا، كل جرائدها، كل قنواتها التلفزيونية، كل إذاعتها عندها صفحات وصفحات تخص الشأن الدولي، وعندها مراسلين في كل دول العالم، إلا الصحافة الجزائرية بشقيها العام والخاص لا تهتم بالآخر، لأن عندما يكتب عليك وأنت تكتب عليه.
وهذا هو المطلوب، لأن لا يمكن لك فرنسا او اسبانيا، لان هناك تقارير حتى في الولايات المتحده حتى في الولايات المتحده هناك الصحافه الايطاليه تتكلم علينا، لكن بحكم اننا لا نقرا بزاف الصحافه الايطاليه، الصحافه الالمانيه كتبت، الصحافه الاسبانيه راهي تكتب، لكن احنا ما نكتبوش على الاخرين. ولكن علي معليش تكتب ما كان حتى واحد يمنعك، ولكن في اطار حمله ممنهجه لا حتى في واضحه الاهداف والمقاصد. انا نتذكر هذا هو الشيء يرفض من طرف غالبيه الجزائريين. انا نتذكر في وقت عنده شهرين ولا ثلاثه هناك ايضا ما يشبه حمله في فرنسا في بعض الصحف والمجلات الفرنسيه ضد الجزائر. في نفس الوقت كان فيه مقالات في نيويورك تايمز، في الصحافه الاسبانيه، في الصحافه الايطاليه، وفي الصحافه الالمانيه. كل هذه لانها عندها اليوم هناك مثلا صفحات في الصحافه الفرنسيه وفي الصحافه الامريكيه على بلدان اخرى، هما عقليتهم هكذا، يعطيوا حتى في بعض الأحيان الحق لروحهم أنهم يكتبوا على الآخرين، لأن يعرفون الآخرون. لكن في الكثير من الأحيان هناك أيضا الانتليجنس أو الذكاء في الرد. مثلا في الصحافة الفرنسية شاهدت مثلا الصحافة الإنجليزية تتهكم على فرنسا حول الإضرابات التي تشاهدها فرنسا. الصحافة الإنجليزية تقول بأن مثلا البي بي سي قالت بأن الفرنسيين يعرفون شيئين: يخسرون المعارك ويقومون بالإضرابات. صورة نمطية، الفرنسيين يقومون أيضا بتقارير حول العائلة المالكة أو حل المشاكل التي يعانون، وبالتالي يتطلب علينا أيضا أن يكون لدينا منظومة إعلامية محترفة وفعالة. وشاطروا يعني في هذا الجانب. احنا الإعلام الجزائري غايب في الخارج، غايب، أنا نقولها لكم صراحة، رغم وجود مكاتب مكاتب الجزائريه لوكاله الانباء الجزائريه موجوده. لا موجوده. نقصد مازال مغلوقه. انا نفتح يعني قوس على تكلمنا على السفارات نتاعنا في الخارج. السفاره تاعنا عندنا ملحق او اسمه ملحق ثقافي، ملحق عسكري، عندنا القنصل الى اخره. لازم نقويو مؤخرا مع اللقاء اللي دار الرئيس مع الدبلوماسيه بتفعيل الدبلوماسيه الاقتصاديه، لابد انه يكون عندنا مكاتب للاعلام. لماذا ما تكونش مكاتب الاعلام؟ احنا ما نخليوش غير فرنسا لانه عندنا جاليه فيها. فرنسا عندهم المكلف بالاعلام هو اللي يروح لي بلاطو، هو اللي يدافع على الموقف. روسيا اليوم مثلا الناطق باسم السفاره الروسيه في فرنسا يجول في كل، رغم ان هناك تهجم على بلاده، الا انه حاضر في كل البلاطوهات، يتكلم. سفير الصين في فرنسا يتكلم في كل البلاطوهات. وزياده الى الضغط على السوفت باور الجار الغربيه الان. لماذا يتحكم في الكثير من وسائل الاعلام الغربيه؟ يتحكم فيه بالرشاوى، حتى انهم دخلوا